ومن أجل ذلك وفي ضوء تلك المعطيات نؤكد لكم أيها الإخوة الكرام ولشعوبكم العربية الأبية أن مصر تثمن غاليا التأييد والدعم اللذين تلقتهما من الدول العربية الشقيقة، وسوف يسجل التاريخ لتلك الدول وقفتها. وقد دعونا من قبل ولا زلنا نأمل أن يبادر البعض ممن لا يزال يقف على الجانب الخطأ من مسار التاريخ أن يراجع موقفه ويصحح اختياراته لينضوي الجميع تحت مظلة الأخوة والتآزر العربي. إننا في مصر قد أوشكنا على الوفاء بكافة التعهدات التي قطعناها على أنفسنا خلال إدارة المرحلة الانتقالية، وها نحن نقترب من إتمام ثاني استحقاقات خارطة الطريق بعد إقرار الدستور في يناير الفائت عبر إجراء الانتخابات الرئاسية كي تليها بعون الله وتوفيقه الانتخابات البرلمانية، لنكون بذلك قد استكملنا بناء مؤسسات الدولة الحديثة المبتغاة، دولة تسعى للتقدم والحداثة والتضامن مع أشقائها العرب وتناضل من أجل التنمية والتحديث في إقليمها بأسره. الحقيقه انه برغم سعودي سمو الامير سلمان بن عبد العزيز ال سعود تحدث عنه كل الذين يعني تحدثوا، طبعا الرئيس المصري تحدث عنه، سيد نبيل العربي تحدث عنه، الارهاب كان ماثلا حاضرا. طبعا القضيه السوريه كانت اساسيه ومهمه في هذا الشان ويعني هذا التدهور في الشان السوري، لكن الارهاب كان قضيه اساسيه ومهمه ايضا في كل الكلمات العربيه. مصر ايضا كانت حاضره في الكلمات العربيه، ليس فقط في كلمه الرئيس عدلي منصور، ولكن الكويت سمو الامير صباح الاحمد حي مصر على اقرارها الدستور وعلى خارطه الطريق. ايضا سمو الامير سلمان قال اننا نقف جنب الشقيقه مصر. حتى تميم امير قطر تحدث عن مصر، وهنقول لكم قال ايه عن مصر: الكلام الذي كان ظاهره جميل باطنه كثير من السم الزعاف. لكن خلونا نشوف ماذا قال الرئيس عدلي منصور عن الارهاب، وقد تحدث عنه بوضوح انه ظاهره تهدد الامن ليس فقط في مصر ولكن ايضا في الدول العربيه. وتحدث ايضا وكان واضح الحقيقه عن الدول التي تساند الارهاب وعن الدول التي تأوي في بلادها من يدعم الإرهاب، وتحدث عن تسليم المطلوبين، وتحدث أيضا عن التدخل في الشؤون العربية. نشوف هذا المقطع. بات خطر الإرهاب يتهدد أوطاننا جميعا ودون استثناء في محاولات يائسة للافتئات على حق الشعوب في إنفاذ إرادتها ولتقويض استقرارها وتعطيل مسيرتها التنموية. لقد سالت دماء أبناء لنا في عمليات إرهابية غادرة خلال الفترة الأخيرة من جماعات لم تراعي حرمة الوطن ولا قدسية الدين. إن تلك الدماء الزكية سواء كانت لمن لقي ربه أو أصيب لسوف تشد من عزمنا الأكيد وتصميمنا الذي لا يفتر على اجتثاث هذا الخطر كلية من منطقتنا. فلا هوادة مع أولئك القتلة الغادرين ممن أساءوا للدين والوطن في آن واحد. ومن ثم فإن مصر تدعو كافة الدول العربية الشقيقة إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب بما يستوجبه ذلك من سرعة تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وأن تتعاون فيما بينها على تسليم المطلوب قضائيا وعلى رفض توفير المأوى والدعم بأي شكل من الأشكال قد يصب في صالح من حمل السلاح ضد أبناء وطنه. ويقينا فإننا قادرون معا بعزم أكيد ونية صادقة
على مواجهة هذا الخطر واستئصاله من مجتمعاتنا كي يعيش المواطن العربي حيثما وجد آمنا في بيته، آمنا في تنقله، آمنا في سعيه إلى لقمة عيشه بكرامة وعزة وإباء. فلن يروع أبناؤنا بعون الله وقوته طالما اتحدت إرادتنا على مكافحة هذه الآفة. لقد اختارت دولة الكويت الشقيقة التضامن العربي عنوانا لدورتنا هذه، وهو ما تثمنه وتدعمه مصر لقناعتها أن السبيل الوحيد لتحقيق رفعة هذه الأمة هو إعلاء المصلحة القومية العربية والتصدي لأية محاولة للوقيعة بين شعوبنا وبلداننا، وهو ما يستلزم بداية عدم التدخل في الشؤون الداخلية ودعم الخيارات الوطنية لكل دولة ودعم مسيرتها لبناء غد أفضل لأبنائها، وعدم الانجرار للتدخل بحثا عن نفوذ أو دور لن يؤدي إلا لشق الصف العربي.